انا في عز ضعفي ما قدرتش تكسبني وكسبت بضربات الجزاء، وتاني مره في عز ضعفي ما قدرتش تكسبني برضه بضربات الجزاء. يوم 22 ماتش صعب على الفرقتين، ماتش صعب على الفرقتين. انا وانا دلوقتي بقول لك قوتي في جمهوري، قوتي في الدعم الجماهيري للعيبه. عنده حسام عبد المجيد، اعلى مساك في مصر، ويجيب فلوس، يجيب 5 مليون دولار على الاقل. عندي لعيبه اساطير، عندي لعيبه بتجيب فلوس بس ما عندهاش استقرار جماعي، واقول لك يعني إيه استقرار جماعي. نفس الكلام شحاته، نفس الكلام ناصر ماهر، نفس الكلام محمد السيد، نفس الكلام زيزو. افتح الكوس بقى زود كتير شويه يعني جيب فلوس كويسه. لعيبه اساطير عندي. الناحيه الثانيه بتلعب مين؟ امام عاشور الوحيد اللي يجيب فلوس في النادي الاهلي ومع اداء طبعا يعني، ونفس الكلام من زمان. في حد تاني في النادي الاهلي؟ لا. ده الرباعي بتاع النادي الاهلي يا جدع، لو الكوره معاهم والكوره معاهم خطر. تخيل ماسكين الكوره كده خطر، مش عايزين يجددوا النادي الاهلي. تخيل الرباعي ده اسهل رباعي يتضرب في الدوري المصري بالسرعات اللي عندك قدام. فالماتش مش سهل طبعا، مش سهل. انا كانت مشكلتي حاجه واحده بس، الاستقرار الجماعي. اللعيب بيتصاب، ولعيب بيمشي، واداره بتمشي مدير فني، ومدير فني بيجي جديد. هو الاستقرار الجماعي، يعني اللعب الجماعي بمعنى اصح. انت عندك الاستقرار، عندك بالك 7 8 سنين، لعيب عندك قوام رئيسي موجوده. عشان كده انت اعلى مني في الحته دي، اعلى مني جماعيا. انما فنيا والروح والقتاليه اللي هتحصل ان شاء الله 220 بدعم قوي من الجماهير، هتبقى انا بالنسبه لك ند كبير قوي.